اهلا بيكم، انا سلمى. النهارده رجعت من اول يوم مدرسه وقررت ان انا هعمل لكم كبده كلها حديد وبتعمل على تقويه الذاكره وتدفق الدم الى المخ وبتحافظ على صحه العظام والاسنان. حضرت بقى فلفل اخضر رومي وفلفل شطه اخضر وكمون وكزبره وثوم وملح وهضربهم بقى كده في الكبه. تشكرهم بعد ما ضربتهم في الكبه هضيف لهم بقى فنجان خل وعصره ليمون وهقلبهم كويس. ادي عصرة الليمون بتاعتي، هقلبهم بقى كويس. هنا بقى في الطاسة معايا معلقة سمنة، هحط عليها شوية زيت، وبعد ما احط عليها شوية الزيت هسيبهم بقى لحد ما يسخنوا خالص. ده بقى شكلهم بعد ما سخنوا. هحط عليهم بقى الخلطة اللي احنا عملناها، هحط نصها، هحط كده بقى نصها، حط نصها علشان تدينا ريحة جميلة. وهبدأ بقى ان انا اقلبهم لحد ما لون الخليط كده يصفر. وهبدأ بقى ان انا احط الكبدة بتاعتي عليهم، وهحاول ان انا موقعش المية منها عشان دي اللي فيها كل الفوائد. هقلبهم بقى لحد ما لون الكبدة يتغير يصفر. ده بقى شكل الكبدة بعد ما لونها كده اتغير. هقلبها بقى كده شوية، وده بقى شكلها بعد ما خلصت خالص. هبدأ بقى ان انا احط عليها فلفل رومي شرايح، انا مقطعاه كده شرايح. وهبدأ ان انا اقلب الكبدة بتاعتي بالفلفل الرومي. هحط بقى النص التاني بتاع الخليط بتاعنا عشان يديها طعم وريحة حلوة. هقلبهم بقى لحد ما كل حاجة تختلط ببعض. هقلب الكبدة بقى كده، مش هقلبها كتير علشان ما تتهريش. هبدأ بقى ان انا هجهزها وندوقها مع بعض واقول لكم رأيي. دي بقى الكبدة بتاعتنا، عملت جنبها بطاطس وهنحطها كده في عيش فينو، وحطيت عليها الطحينة. هبدأ بقى ان انا احط الطحينة بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. ده بقى شكل السندوتش، تعالوا ندوق. بسم الله. هنا بصراحة كان طعمها حلو قوي، وبجد كان طعمها خرافة وريحتها حلوة جميلة جدا، وانصحكم ان انتوا تجربوها علشان طعمها كده بقى كان جميل قوي وهي عجبتني، فانصحكم ان انتوا تجربوها. بدأت بقى ان انا ادوق البطاطس. هندوق بقى الكبدة لوحدها، هندوقها. هندوق بقى الكبدة. بسم الله. الله، بصراحة كان طعمها خطير جدا، وتسلم ايديا قوي، واكلة ما بتاخدش 5 دقايق. وبصراحة الاكلة من غير العيش وبالعيش حلوة. ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وباي.